انت بتقوم قايل له على طول دايركت. فلما انت بتقول له دايركت، يعني هو بيفهم منك على طول، وانت برضه بتفهم على طول وبتاخد الاجابه في ساعتها. عشان برضه في على فكره، خد بالك انت ان انت تدون كل حاجه، ده مهم جدا. يعني انت وانت بتقرا الدوكيومنتيشن ممكن وانت لحد ما احنا وصلنا لحد هنا مثلا، لحد هنا كده، لحد ما احنا وصلنا لحد هنا، انت جه في دماغك اربع خمس اسئله، فقلت انا هكمل للاخر وابقى ادون، هتنساهم او هتنسى حاجه منهم. فغلط. انت اول ما بيجي في دماغك سؤال، يا تفتح ستيك نوت عندك على اللاب، يا اما انت جنبك نوتة وقلم وتكتب السؤال. اي سؤال لازم تدونه، لازم. اول ما يجيلك سؤال لازم تدونه. ولو ما جالكش سؤال وانت بتقرا، حاول تطلع اسئله. يعني حاول تفكر في كل حاجه. ما هو السؤال مش هيجيلك كده على طول، يعني مش هتبقى بتقرا وهيجيلك السؤال كده على طول. لا، انت لازم تفكر في الحاجه، تفكر في الجزئيه دي. يعني ايه يعني ايه اللي انا كنت بشوفه، ايه اللي ممكن يحصل فيها، ايه اللي ممكن يتحسن، ايه اللي ممكن اشوفه، ايه اللي ممكن يعني حاجه ممكن انا اعملها تحصل. فلازم تسال في كل الاحتمالات، عشان الاحتمالات دي هي ممكن تطلع معاك بجد. بس نيجي بقى، هيبقى مثلا عندنا النون فراكشنال. احيانا ما بيحطلكش النون فراكشنال، يعني بس ما دام حطها لك، لازم تبقى انت يعني اويرنس بيها. لازم تبقى انت عارف ايه حاجه النون فراكشنال اللي عندك. يقول لك مثلا في البرفورمانس بتاعك، الصفحه ما ينفعش ان هي تلود اكتر من 3 ثواني. طبعا انت لو لقيت الصفحه بتلود كتير قوي، ده بج في البرفورمانس. مش محتاجه يعني انت تعمل برفورمانس، بس هي بج في البرفورمانس. او هو اصلا مديك حاجه في الدوكيومنتيشن اللي انت ماشي وراها، او الجايد لاين بتاعك، ان ما ينفعش تعدي الثلاث ثواني. اليوزابيليتي، اليو اي، الكومبابيليتي. لازم طبعا تتشيك الويب سايت بتاعك، دي مهمه جدا، على الكروم والفايرفوكس والسفاري والايدج، وتشوفه بيرياكت على كله زي بعضه، ولا هنا ما بيدخل، او ممكن ما يبقاش بيدخل على فايرفوكس وسفاري. الحاجات دي مهمه. الحاجات دي مهمه، وحتى لو ما عجبناكش دوكيومنتيشن ما ينفعش تهملها. يعني انت فكره ان انت هو كاتبها لك في الدوكيومنتيشن حلوه جدا، وحاجه زي ما قلنا جايد لاين ليك، بس هي لو مش مكتوبه، النقطه دي بالذات لازم تبقى في دماغك كتستر. موبايل سبورت ماست ريبورت ريسبونسيف لاي اوت فور موبايل ديفايسز، بريفنت اكس اس اس اي بي اي كولز، كارت اند ويش ماست ريتين ستين ويز يوزر سيشن. ماشي. دي كلها حاجات بتبقى نون فراكشنال، خاصه بالموبايل، خاصه بالسكيورتي. لو انت فاهم في السكيورتي، فاكر السكيورتي دي، السكيورتي تيستنج ده له جزء لوحده يعني. بس وليه ناس متخصصين لوحده يعني. فانت بيبقى مكتوب لك كل حاجه في الدوكيومنتيشن. مش فاهم اي حاجه من دي بتسال. ريلابيلتي مش فاهمها بتسالها. الموبايل سبورت مش فاهمه بتساله. ما تقولش انا يعني ازاي اسال، لا، اقول له مش فاهم حته الموبايل سبورت دي. اقول له انا مش فاهم حته الريلابيلتي دي، انا مش فاهمها. مش فاهم حته السكيورتي دي، انا مش فاهمها. ما ده سؤال. هو مش شرط تطلع له بج، لا، هو مش شرط تطلع بج، يعني مش شرط سؤالك يبقى هو كاتب حاجه غلط او حاجه ناقصه. لا، هو سؤالك ان انت مش فاهم، فده سؤال عادي جدا. يعني ما هو القصه ان انا مش لازم ان انا لما اسال ابقى واد فاهم بقى وبسال سؤال تريكي. سيبك من الكلام ده. يعني سيبك من شغل تريكي ومش تريكي. انت مش فاهم حاجه اسال عليها، لان مين اللي هيتحاسب بعد كده؟ انت. لما تيجي انت التست بعد كده ويطلع باجز، ويبقى الباجز، او يعني يبقى اللي انت الحاجات اللي فوتها بسبب ان انت مش فاهمها، ما هو انت لو فاهمها هتستها صح، فهتطلع باجات. فلما ما تطلعش وتظهر بعدين، مين السبب؟ فلان اللي كان مسؤول عن الجزئيه دي. تعالى انت ما طلعتهاش ليه؟ انا ما كنتش فاهم. يبقى انت غلطتك، ليه ما سالتناش واحنا نفهمك؟ بص، انت كفريش عامه، انت مش مطالب انك تكون فاهم كل الحاجات دي كلها. عادي. الشركه او المكان بيبقى عارف ان انت لسه فريش. انا حتى مره مدير قال لي انت شغلك كويس على انك فريش. يعني على انك فريش، هو مش هو يعني معنى كده ايه؟ أنا مش بفخم في نفسي. معنى كده ايه؟ ان هو معناه ان هو ما كانش منتظر منك اي حاجه، او ما كانش منتظر منك الكتير، بس انت طلع شغلك كويس. فانت كفريش في الشركه لازم تعرف ان انت مش مطلوب منك انك تشتغل شغل السينيور،
ولا الليد ولا حتى الميد ولا حتى الجونيور اللي خبره اكتر منك بكام شهر. لا، انت جاي تفهم، وهتاخد وقت انك تفهم فيه، هتاخد وقت انك تفهم فيه عادي جدا. يعني انا على فكره، انا قبل ما اشتغل في الشركه ما كنتش عارف يعني ايه اناليسيس، وخدت كورسات تيستنج ومش عارف ايه، واشتريت كورسات وذاكرت مع نفسي واشتغلت فريلانس على مواقع وعملت كل حاجه، ما كنتش اعرف يعني ايه اناليسيس. وما عرفتش الاناليسيس دي الا في اللي انا اول ما دخلت الشركه في اول شهر بيدونا اندكشن، الاندكشن دي انا عرفت فيها كل حاجه. بس كنت بسأل يعني ايه اناليسيس. كان المدير بيعمل معانا حركه كويسه ان هو يخلينا ان احنا نشتغل الاول، وبعدين يبعت لنا الحاجات الصح اللي المفروض نشتغل عليها. فعرفت يعني ايه اناليسيس. وعلى فكره اللي انا اشتغلت بيه في الاندكشن اول ما دخلت الشركه، مش هو اللي اشتغلت بيه في المشاريع، مش هو خالص. عشان كده بقول لك لازم تبقى فليكسبل. في ناس هتديك في الاناليسيس دي يعني فورم كده تشتغل بيه، على حسب كل مدير من الاخر طريقه شغله. انا اشتغلت مره بفورم عادي، واشتغلت مره باكسل بسيط جدا. ايه هي اسئلتك؟ بس كده، تكتب بس الفيتشر وتكتب سؤالك عليها بس، عشان اللي بتساله يبقى عارف هو فين. مثلا احنا هنا مثلا في اللوجن، اكتب اللوجن واسال سؤال عليه بس كده، ومفيش ابسط من كده. فهي الفكره ان انت لا، انا يعني انت ممكن تشتغل اناليسيس بطريقه بقى ايه، في مديك سيكشن الاسئله اللي مش فاهمها، والاسئله اللي فيها غموض، والاسئله اللي فيها خطأ، والحاجات اللي مش كامله ومقسمها لك، وقصه، وترفع اتاتشمنت، وترفع الصح المفروض يكون كذا، والغلط قصه تانية عادي. بس احنا بنتكلم عن المبدأ. المبدأ في الاساس ايه اللي المفروض افهمه؟ اللي هو الاناليسيس، المفروض افهم ده المبدأ عامه. ان انا الاناليسيس الحاجه الخاصه منها ان انا بحللها، بحلل الحاجات اللي قدامي دي كلها. لازم اكون طالع وانا فاهمها كويس جدا. ده لو انت عندك وقت، عشان لو انت ما عندكش وقت، هما المديرين مش هيطلبوا منك تفهم كل حاجه 100%. لا، لو انت عندك وقت هيكونوا مستنيين. لو المشروع ماشي بوقت طبيعي ومحتاج المشروع ده يطلع بقى ايه عشان يطلع لايف، يبقى طالع متمكن من نفسه كده والكواليتي بتاعته جامده، هيدوك وقتك وكفايه في انك تفهم الدوكيومنتيشن. لان ده البيز بتاعك، ده الاساس. لازم تفهم البيزنس بتاعك، ولازم تفهم كل حاجه، وتكون فاهم كل فيتشر بيطلع منها ايه وبيدخل لها ايه. لازم تكون فاهم الدوكيومنتيشن كويس. ده على حسب. تمام. الكونسترينز، لو انت بقى بتشتغل في مكان ده، هناخد نفضل الامثله بتاعتنا كده. نو ريل بيمنت جيت واي، احنا بس بنترين يعني مفيش بيمنت مثلا. وانت برضو في المشروع اللي هتشتغل فيه مفيش بيمنت برضو، انت لسه بتست. بس انت هتمشي الفانكشن كلها عادي، بس انت مش يعني ما تطلبش اوردر. يعني هو يقول لك كده، يعني امشي عادي وممكن تطلب اوردر عادي. هم عارفين ان انت بتست، هم عارفين ان انت بتست. خد بالك، نو برودكت ديتيلز بيج. لان انا وانا بفتح الابلكيشن قبل الريكويرمنت، كنت بفضل اضغط كده ما تدخلش، ده بج دي. انا قلت لنفسي ايه ده بج. وانا يعني لما كنت بجيب لي كده الويب سايت، وكنت ان انا هشرحه لكم في الكورس، انا ذات نفسي قلت دي بج، ما انا بضغط اهو، ازاي ما يظهرش؟ ده دايما يعني لازم يظهر لي البرودكت بيج بتاعتي، لازم تظهر لي. لا ده بج دي يا باشا. بص هنا بقى عشان تفهم اهميه الدوكيومنتيشن. هو بيقول لك مفيش برودكت بيج، مفيش، مفيش. هو بس البرودكت من بره بس، مفيش. يبقى انت لما كنت هتيجي التيست وانت مش قاري الدوكيومنتيشن هتطلع بج غلط. يقول لك ماشي، ما انت لو قريت الدوكيومنتيشن هتعرف ان مفيش برودكت بيج دي، برودكت ديتيلز بيج. هو هيقول لك كده بسبب ان هو ايه، انت لو يعني في مواقع تقريبا ما بيبقاش حاطط لك الاد تو كارت هنا. ممكن يبقى اوبن بيج مثلا، او اوبن ديتيلز بيج مثلا، او مش مفيش زرار هنا اصلا. والاد تو كارت دي بتبقى جوه الديتيلز بيج. فاهم؟ فانت لو قريت الدوكيومنتيشن هتفهم. بص الموضوع بسيط ازاي، هتفهم ان يعني انت حتى لو، ودي على فكره دي تبقى عيب في حقك صراحه. لان هو هيرد لك كده، هو هيرد يقول لك ايه، بليز ريد ذا دوكيومنتيشن.
يقول لك بالمعنى كده بس خش اقرا بس الدوكيومنتيشن. حصلت لنا على فكره عادي. انا كنت بطلع بجات يقول لي this don't mention in user story، مش موجود في اليوزر ستوري بس موجوده في الفيجما، فاقول له موجوده في الفيجما مش عارف ايه، عادي. هتلاقيه بيرد عليك يقول لك read the documentation. انت فعلا لو قريتها هتبص على الحته دي كده خلاص، دي مش بوج، دي اصلا مش يعني هي مش موجوده اصلا يعني هي مش موجوده معانا اصلا. الاكسبتنس كرايتيريا ان اليوزر كان لوك سكسسفولي مع البري ديفايند، ما فيهاش مشكله. اول برودكتس لود ويز كوريكت انفورميشن، برضو دي حاجه. الاد تو كارت ابديتس كارت دي يعني بيقول لك يعني بيعرفك النتائج، بيعرفك زي الحاجات اللي فوق، بيعرفك انت ايه المتوقع، ايه الاكسبتنس بتاعته، الكرايتيريا بتاعته. ماشي. ننزل تحت الى اليوزر ستوريز. دي بقى يا باشا اللي انت هتبدا تعمل عليها التست كيس بتاعتك. زي ما قلنا في السيشن اللي فاتت ان كان عندي حاجه مهمه جدا 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 اسمها التريسابيليتي. التريسابيليتي دي ان انا بربط الحاجات ببعض، بربط كل حاجه بحاجه. يعني اول ما ببدا باليوزر ستوري، اقول له يوزر ستوري نمبر 1 مربوطه بالتست كيس رقم 5 مربوطه بالبج رقم 2 كده. بص اليوزر ستوري دي as a user I want to log user predefined as a user I want to log in so I can access my session. هي يوزر ستوري واحده، بس لو احنا لما نيجي نعمل ان شاء الله تيست كيس هنطلع بقى تيست كيس واحده؟ لا طبعا يعني انت هتطلع تيست كيسز عليها. فاليوزر ستوري دي اللي قدامك دي هتبقى مربوطه بيجي 10 تيست كيسز مثلا، ندي يعني ممكن نوصل 10 يعني في اللوكن. شوف التانية I want to browse a list of products so I can choose item 2. كل يوزر ستوري، بس انت بقى في الشركه ممكن يقول لك ايه هنا، هيقول لك انت عندك في يوزر نيم بيقبل كذا 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 كذا، هيقول لك بيقبل كذا 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 وما ينفعش يقبل كذا 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 كذا. هنا ما وضحلكش فوق في اليوزر ستوري بقى لما تبقى شغال في شركه والشغل صح والبروسيس بتاعت الشركه صح، هتبقى معاك كل تفصيله. لما تكون بروسيس الشركه صح، لما تكون بروسيس الشركه صح هيبقى معاك كل تفصيله، كل تفصيله حرفيا. مش هتبقى محتاج حاجه. اسال يا باشا، هيقولك اسال، لان انت وانت بتقرا الحاجات دي كلها هتطلع اسئله. I want to view product prices and image so I can understand product. I want to add items so I can save it for later. I want to proceed to so I can finalize my to the order process. كل اليوزر ستوري دي، كل ده كل ده. I want to remove item from the cart so I can manage my selection. I want to switch the currency so I can view prices in my region. I want to add items to a wish list so I can save it later. كل دي I want to so I can purchase them later. كل ده كل ده هيبقى عليه تيست كيسز كتير جدا ومربوطه ببجات لما تطلع ان شاء الله. فهمت كده؟ اللي مش عارف يوزر ستوري، هي بتبقى زي بتتكتب كده از كذا اي ونت كذا سو كذا. يعني از يوزر انا عاوز اعمل ايه، انا عاوز اعمل ايه عشان ايه اللي يحصل. انا كيوزر عاوز الوجن عشان اشوف الاكونت بتاعي. از يوزر انا عاوز ابراوز البرودكت عشان اشتريه. انا زي يوزر انا عاوز اضيفهم للواتش ليست عشان ابقى اشتريهم بعدين. انا هعمل كذا عشان كذا. از يوزر بعرف انا كايه، از ادمن، از مش عارف برودكت، از اي حاجه. انا عاوز اعمل كذا عشان اعمل عشان از اعمل عشان. دي بتبقى على فكره يعني عندي في الشركه، انا بتكلم عندي في الشركه دي بتبقى هيد، يعني اول حاجه مكتوبه في اليوزر ستوري.
بعدها يبدا بقى يعرف لك كل حاجه جواها، ايه اللي هيبقى موجود جواها، وكل فيلد، كل فيلد، والفيلد ده مانداتوري ولا مش مانداتوري. تمام. دي ببساطه الدوكيومنتيشن. انا ما اعرفش انت ممكن تطلع اسئله ولا لا، بس انا عاوزك تبوظ الفيديو وتحاول ان انت تطلع اسئله، ولما ننتقل لخطوه الاسئله دلوقتي هنعرف اذا كنت انت يعني اسئله من اللي انت طلعتها زي اللي انا طلعتها ولا لا، وهنشرح كل سؤال وليه طلعنا السؤال ده. بس لازم تعرف ان الدوكيومنتيشن مش شرط تجيلك كده زي ما انا جايبها، ممكن تجيلك باي صيغه تانية. لازم تبقى فليكسيبل، انا بفهمك البيز بتاعك، بفهمك الحاجه الاساسيه اللي اللي بتجيلك، بفهمك انت بتعمل ايه، المفروض تعمل ايه، المفروض ايه اهميه الدوكيومنتيشن ديت، ليه بتكون موجوده. وعشان برضو نكمل كلامنا عليها، ان يعني ممكن سؤال يتسأل لك ليه الدوكيومنتيشن دي مهمه جدا. مهمه جدا عشان انا اقدر اطلع بجات بدري. البجات دي هتوفر لي جهد، هتوفر لي فلوس، هتوفر لي تايم. انا لما اطلع دلوقتي بج، لما انا اطلع حاليا بج والبيزنس اناليست يغيروا، فالديفلوبر هيعمل الصح اللي كان المفروض يتعمل من الاول. لكن لما انا ما اطلعش البج ده، فالديفلوبر يعمل غلط، فانا ارجع اطلع البج تاني في الاكسكيوشن، فيرجع الديفلوبر يصلحه تاني، فارجع اعمل له كونفirmation. كل العمليات اللي حصلت في الاخر دي مش هيبقى ليها لازمه اللي في حاله ان انا طلعت البج بتاعي في الاول، او طلعت اي حاجه في الدوكيومنتيشن. فالدوكيومنتيشن مهمه جدا، بنبني عليها ان شاء الله بعد كده حاجات كتير. بس واشوفكم ان شاء الله في فيديو كتير سوري، فيديو تاني او سيشن تانية هنشرح فيها الاسئله اللي هتتسال. وبعد الاسئله ان شاء الله هنبدا على طول نديزاين التست كيسز على شيت اكسل، وبعد التست كيسز هنبدا نكسكيوت، وبعد ما نكسكيوت هنبدا ان شاء الله نطلع البجز، وبعد البج هنعمل لها ريبورت، وبعد الريبورت ان شاء الله هنبدا نعمل السمري بتاعتنا. كده ينتهي الكورس. ممكن تشوفه بسيط، بس انا بشرح لك فيه كل حاجه اعرفها، بشرح لك فيه كل حاجه هتحتاجها ان شاء الله في المشروع. ممكن يبقى عندهم بروسيس زياده، خطوات زياده، ديتيلز اكتر، عادي حاجات تتعلمها.